هالو هالو، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبأحسن حال. برحب بكل البلاد اللي بتشاهدنا من مصر ومن داخل مصر ومن خارج مصر. اي بلد بتشوفنا، احنا دلوقتي هنعمل الرز بالمكسرات، رز العزومات، الرز الجامد جدا. يلا اعملوا له احلى لايك واقول لكم الطريقه ازاي يطلع معاكي مفلفل ولونه براون كده ومظبوط. عندي ما هعمل 3 كوبايات من الرز، فهحط كل كوباية رز بتاخد معلقة كبيرة سكر. ممكن ما احط يعني انا حطيت 3 كوبايات رز عليهم 3 معالق سكر. بسيبهم يكرملوا كده على النار بمعلقة مية صغنطوطة لغاية لما ياخدوا لون براون. وبعدين بضيف عليهم حوالي معلقة كبيرة كده عسل اسود. العسل الاسود ده اللي بيديها تركاية. وابدا اضيف له بقى الميه بتاعت 3 كوبايات رز، 3 كوبايات ميه بتوعهم، واسيبهم بقى معايا كده يغلوا زي ما انتوا شايفين، ويبقى اللون مش قادره اقولك لسه ما حطيتش اي توابل، وخليت لونه براون كده تحفه. ما عندكيش عسل اسود مش ضروري تحطيه، مش هيغير من الوصفه خالص. ابدا احط لهم الملح بتاع الرز. الملح بقى طبعا كل واحد حسب مقدار الملح بتاعه اللي بيحطه. بحط رشه قرفه واحط عود قرفه كده زي ما انت شايفه. وابدا اسيبهم بقى يغلوا كده على نار. وابدا اجهز بقى الخلطه اللي هنعملها بقى ايه للمكسرات اللي على الوش. عندي شويه معلقتين زيت على معلقه سمنه بلدي كده حلوه. هبدا اكون ايه مقشره اللوز والبندق ومقطعاه كده نصاص او كامل زي ما انت عايزه. بحمص بقى اللوز والبندق زي ما انت يعني في الطاسة كده مع السمنة وكده بحيث يبقى لونهم لون ذهبي. واخد بقى الزبيب اللي انا نقعاه ده برضو جزء منه هحطه مع المكسرات، والجزء التاني هنشوف هنعمل فيه ايه. البندق يا جماعة بالمناسبة اللي مش بيعرف يقشره، بنحمصه شوية ونبدأ نفركه بايدينا، القشر بيطلع منه على طول بكل سهولة. واللوز بنقعه في شوية مية دافية، وبرضو بعد 5 دقايق ببدأ ان انا اقشره، سهل جدا. والزبيب طبعا بنقعه شويه عشان ينزل يعني يبدا ينفخ معايا. بصوا هيبقلل ازاي، بس خلوا بالكم. بصوا بقلل ازاي، خلوا بالكم بقى لا يطرشق فوق الوش، بيطرقع يا جماعه. اول ما اوصل للون الذهبي ده ابدا ان انا اقفل عليه، بحيث هو من درجه حراره الطاسه بيبدا ياخد لون. هصفي بقى المكسرات دي الزيت والزبده بتاعتهم اللي انا فيها فين في الميه بتاعه الرز، ليه؟ بحيث يبقى الرز شارب من نكهه المكسرات، بيبقى روعه. وابدا بقى انزل كده الرز بتاعي بعد ما الميه اللي انا حطاها دي غليت، واديها ايه، ازود معلقه سمنه بلدي كمان. اسيبهم يغلوا كده لغايه لما يتشربوا على النار، ويبدا معايا ابص على الرز بتاعي الاقيه فلفل واتشرب بالشكل ده. بجد بجد تحفه. ما ادلوش تقليبه ولا اي حاجه. ابدا انزل عليه بالزبيب بتاعي، جزء كبير من الزبيب شايلاه كده على ايه، بحب اسويه كده مع الرز بيبقى طعمه خرافي. اسيبه بقى كده حوالي تلت ساعة على نار هادية ولغاية لما يستوي، واديله بقى كده لقيته استوى معايا، اديله تقليبة ومفرفر وروعة. وابدأ ان انا بقى اغرفه كده في الطبق بتاعي، وارش عليه المكسرات. ادي الرز بقى من المكسرات المصري الاصلي بتاعنا. بجد كده حاجة روعة وتفتح النفس على العزومات، وفي رمضان وصفة كده لازم تجربوها، وهيطلع مفلفل وبراون وتحفة معاكم. ما تنسوش تقولي ايه رأيكم في الوصفة، لو عجبتكم ما تنسوش تضغطوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس مع طبخات سلسلة بيبو. باي باي.